مساء الخير، مساء الورد والياسمين على أجمل ناس بالدنيا. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وبعافية. رجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. خوش geldiniz, necəsiz, صحاتيز؟ إن شاء الله تشخيسز. نورنا يوخنيت سيز نيت مسز. باشلغ فيديومuz سيدن بقون ونرجع الفيديو اليوم وياكم. طبعا فيديونا لليوم مثل ما وعدتكم قبل العيد قلت لكم راح انزل لكم روتين بيت خالتي، من بعد انزل عرس اختي، فاتاخرت عليكم. نزلت روتين العيد، من بعدها نزلت لكم روتين بيت خالتي، وان شاء الله على الايام الجايه انزل لكم روتين عرس اختي. مثل ما تشوفون كان يصادف هذا اليوم يوم أربعاء العصر وصلوا ببيت خالتي. أنا هنا جهزت العشاء صار عندي جاهز، ومن بعدها بدلت غسلت ملابسي والجهال دزيتهم يم أبوهم. راح أروح أقابل بنت خالتي من هناك لأن هي جاية للدكتور مال جيوب أنفية بالحارثية، فنروح من هناك قبل للدكتور. من بعد ما نخلص الدكتور نرجع للبيت. من بعد ما خلصنا من الدكتور كملنا وكملت فحص وإجراءات يم الدكتور، رجعنا للبيت. طبعا مثل ما قلت لكم هذا يوم أربعاء، تعشينا. من بعد ما تعشينا ثاني يوم الصبح قعدنا تريقنا، ومن بعد صادف يوم خميس رحنا للزيارة الكربلة. من بعد ما رجعنا الكربلة عزمتنا مرة حماية على العشاء، يعني يوم الجمعة رجعنا العصر من الزيارة، عزمتنا مرة حماية على العشاء. بس ما صورت لكم بصراحة، نسيت، كنت كلش تعبانة ميتة تعب، وكان بادي هسه والجو يصير حار، يعني مو كلش حار كان، فبصراحة نسيت وما صورت. فبقوا يوم الأحد، يوم السبت العفو عندنا، وأحد الاثنين راحوا. طبعا يوم السبت والأحد اللي بقوا عندنا طلعنا للسوق. بنت خالتي ما أحكي لكم ايش قد أخذت مواعين وملابس وشغلات، بس نسيت أصور لكم. حبيت أشرح لكم تفاصيل الفيديو، كملوا الفيديو للنهاية بتفاصيل كلش حلوة، ومن ضمن الزيارة متأكدة راح يعجبكم. طبعا أنا اختصرت جيت بيت خالتي، أكثر الوقت بصراحة ما صورت، كنا ملتهين قاعدين نسولف وحكي وهيك سوالف، فما صورت هواي فيديو. فاختصرت هاي الأيام كلها الأربع أيام الخمسة بفيديو واحد ونزلته لكم حتى لا يطول عليكم الفيديوهات ويصير يعني عدة فيديوهات. طبعا كالعادة خالتي من تجي ما تجي إيدها فارغ، كانت جايبة رقية، جايبة فلفل هذا الحلو يسمونه إحنا هناك نسميه فلفل عبود، كلش حلو طيب. كانت جايبة شمام ما أدري يشبه البطيخ هذا ما أعرف شو يسمونه. كانت جايبة بيدها خبز، جايبة مربى تين، بعد والله شغلات كانت جايبة هواية، بس أنا بصراحة ما صورتها حقكم علي هالمرة ما صورت لكم هواي تفاصيل من جية بيت خالتي، ونسيت هم كانت جايبة بيدها ورق عنب وشغلات ما أحكي لكم، هو شكو بيدها جاية وجايبته. أنا ذيك المرة صورت بصراحة، بس هالمرة كان مالي خلق ما مصورة. هاي ثاني يوم مثل ما قلت لكم قعدنا تريقنا، من بعدها جهزنا غراضنا، سوينا أكل، طلعنا الكربلة. كان يصادف بهذا اليوم يوم خميس مثل ما قلت لكم، العصر تقريبا ب6 طلعنا ما أدري بالخمسة هيجي. ثاني يوم العصر بالأربعة بالخمسة رجعنا، يعني إحنا كان قصدنا نروح نيتنا إنه نزور ليلة جمعة ونصلي ونقضي وقت حلو بالزيارة ونرجع، بس ما نطول يعني. هذا كان ريوقنا، سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. اللي تحب تزور، اللي تحب تشوف الكربلة صار لها هواية ما شايفة نية هالزيارة، تعالوا وياي وشوفوا الفيديو لحد صلاة الفجر. أنا قاعدة أصور لكم والله، بحيث لزمنا فندق مال ليلة واحدة، يعني بس قلت لكم حارة ما حد يقدر ينام يعني برا وهيجي. فإحنا شنو 3/4 الوقت، يعني تقريبا بالخمسة الصبح دخلنا للفندق، بالتسعة الصبح طلعنا أصلا، هم رجعنا رحنا زرنا، صلينا صلاة الجمعة جماعي، صلاة الظهر العصر كله صليناه جماعي. ومن بعد ما خلصنا هيك وقتنا يعني بالزيارة وبالصلاة رجعنا للبيت. هنا نروح طبعا من الطريق أخذت لكم مقتطفات من عشان اللي وديناه بيدنا وقعدنا كلنا بين الحرمين، يعني من كل شيء أخذت لكم مقتطف بسيط وحبيت أشاركه وياكم. وهيك يعني أشياء بسيطة، تعرفون واحد من يجي له خطار يلتهي يحب يقعد يسولف، يعني أوقات هواية، فلهذا ما صورت لكم هالمرة هواية. هنا بعد ما وصلنا صلاة المغرب كملنا الحمد لله، قعدنا نتعشى بين الحرمين. ما أحكي لكم بنات والله العظيم شعور، انتي قاعدة تسمعين دعاء الكميل وهيك زيارة وحلوة وازدحام، والجو كان طيب بعد مو هالدرجة هيك حار، يعني شعور ما ينوصف، يخبل. قبل لا نتعشى حبيت أشوف لكم وأخذ لكم لقطات حلوة من الزيارة، وحتى انتو همينة إذا مشتاقين للزيارة تشوفون ونفسكم وقلبكم يرتاح. هنا قعدنا لقينا لنا مكان حلو يخبل، قعدنا نتعشى. طبعا هنا خالتي قاعدة تحضر الشغلات، تثرم طماطة خيار. طبعا كنا مودين بيدنا عشاء، كباب طاوة سويت، بوتيتا أصابع، برياني، فواكه، خبز، أخذنا بيبسي من هناك وأخذنا خبز همينا. ما أحكي لكم العشاء يخبل صار بصراحة. أنا قالت لكم أكثر من فيديو صايرة أكره أكل البرة، ما أحب آكل أبد أي شي برا بصراحة، ما أدري ليش.
ما أدري نفس المزود من أكل برا. فقلت لهم تعالوا نسوي أكل بالبيت وناخذه ويانا أطيب من ما نروح هناك ندور مطعم نظيف أكل طيب هيج. بيصير مثل أكل البيت بكل مكان، أكل البيت أطيب من كل شي. صح أكو مطاعم نظيفة وراقية وأكلها طيب، بس إيش ما يكون إحنا الأكل اللي نسويه بيدنا أطيب وأحلى. هذا كان عشانه بكربلة بين الحرمين. سهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. شعور ما ينوصف، شعور كلش حلو، ما أحكي لكم. ربي يقسم لكم الزيارة إن شاء الله. والله العظيم بكل خطوة مشيت أنا بوقت كنت أنشر بالإنستغرام، كل ما واحدة توصيني بالدعاء أنا أدعي للكل، أدعي لجميعكم. والله أقول اللي ربي اللي ما عنده ذرية ترزقه بالذرية وتريح باله وتترس حضنه. اللي تريد نجاح، اللي تريد يعني كل شي كل شي ما كنتوا تقولوا لي، يعني أنا أدعي للكل. والله العظيم هيك كنت أذكر يا ربي شكو بقلب متابعيني إن شاء الله يتحقق. يا ربي كل من وصاني بالدعاء تستجب دعاءه وتطيله أزيد وأزيد. يا ربي كل من قلت وصاني بالدعاء إن شاء الله أزيد وأزيد إله. ربي يحقق أمنياتكم ويريح بالكم ويرزقكم الصحة والعافية وراحة البال. واللي وصاني بالذرية والله دعيت له بالذرية، واللي وصتني ابنها ينجح أو بنتها كلهم دعيت لهم. وربي يتقبل إن شاء الله دعواتنا ويتقبل زيارتنا. وزرت نيابة عنكم همين، نيابة عن متابعيني كلهم، كل اللي يتابعوني ويشوفوني ويوصوني بالدعاء. والله العظيم زرت لكم ودعيت لكم، وحبيت أشارك هذا اليوم الحلو المميز اللي كل يتمناه وياكم همينه. ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم من أوسع أبوابه إن شاء الله. ما قلت لكم هنا من بعد ما زرنا وكملنا وارتاحينا وتعشينا قمنا خلينا غراضنا بالفندق، طلعنا شوية افترينا. طبعا هنا من بعد ما تعشينا كلنا آيس كريم، وبعدين اجينا نشتري شغلات. أنا ما اشتريت هواي شغلات بصراحة، بس بنت خالتي اشترت البت أختها هذا الدبدوب الجميل، واخذت له إزار ما صلت. طبعا بنت أختها عمرها يمكن 1.5 سنة، حفيدهم الأول بالعائلة، فحبت تاخذ له هذا الدب، تاخذ لها يعني هي بنية، واخذت لها هذا الإزار ما صلات الألوني. ومن بعدها كملنا مشوارنا وكملنا زيارتنا. طبعا هذا احنا هسه بشارع سدرة راح نروح. خالتي صاعدة اسم الله عليكم ما تقدر تمشي، فمصعديها بالعربانة قاعد يسوقها واحنا نمشي وراها انا وبنت خالتي. طبعا هذا الشارع مثل ما قلت لكم، قلت لو نسيت والله ما ادري. انا بصراحة مرات احكي الحكاية وارجع اعيدها لان انسى الكلمة. يمكن هاي شارع سدرة. اي هنا هسه من بعد ما نرجع قلت لكم نخلص نصلي صلاة الفجر، نخلص كل أعمالنا يلا نروح للفندق. طبعا هنا ما بقى شيء يأذن الفجر، احنا نروح حتى نصلي صلاة الجماعة الفجر شوي، نروح من وقت حتى يصير عندنا يعني نلزم مكان نقعد بيه حتى نصلي صلاة الفجر جماعة. وما عدا هاي الليلة يعني كانت نصبح بيها ليلة خميس على جمعة. مثل ما قلت لكم من نرجع نتعشى ببيت حماية. ما صورت ثاني يوم ما أعرف سوينا دولمة. آخر يوم سوينا باشا، سويت لهم باشا يجنن. طبعا بس صورت لكم الشكل النهائي للباتشي من دناكله، بس ما صورت لكم تفاصيل طبخ لان انا قبل كم يوم منزلت تفاصيل الطبخ مال الباتشي على طريقتي. هسه اعوفكم ويا هاي الاجواء اللي تجنن من بعد صلاة الفجر، حتى تحسون روحكم من صدق انتم بالزيارة وقاعد تعيشون هذا الشعور مال صلاة الفجر او من بعد صلاة الفجر. قولوا لي شنو شعوركم من سمعتوا دعاء الفرج من الكربلة مباشرة.
ربي يرزق الزيارة الكل محروم. لهنا أنا أحب أقول لكم وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب عجبكم الفيديو وحبيتوه. لا تنسون تخلونا لايك، وإذا كنتم ما مشتركين بالقناة تشتركون بالقناة وتصيرون جزء من عائلتنا الحلوة. انتظروني بفيديو جديد ويوم جديد. أحبكم كلش كلش هواية، ومع ألف سلامة وباي باي.